تعالوا نعرف يا أصحابي إيه هي شجرة الكريسماس. زمان خالص كان في مبشر اسمه القديس بونيفاس الراهب، وهو بريطاني. وفي ليلة من ليالي شهر ديسمبر كان بونيفاس مسافر من إنجلترا لألمانيا على رجليه في غابة، وشاف مجموعة من القبائل الوثنية عاملين حفلة تحت شجرة من الأشجار، ورابطين واحد منهم علشان يقدموه ذبيحة. وكانوا كل سنة بيعملوا كده، ودي بتكون ذبيحة للإله ثور إله الغابات. جري بونيفاس يا أصحابي عشان يخلص الراجل ده من بين إيديهم، وقال لهم عن الإله الحي الحقيقي، هو إله السلام والمحبة يسوع المسيح. وبعد كده بونيفاس أخد فاس كبير وفضل يضرب الشجرة دي لغاية ما وقعت، ونقل الشجرة معاه لبيت من البيوت وزينها علشان تكون رمز لاحتفالهم بعيد يسوع المسيح. وكمان يا أصحابي القديس بونيفاس استخدم الشكل الثلاثي للشجرة عشان يوصف ويوصل معنى الثالوث المقدس للمؤمنين. وأول شجرة يا أصحابي كانت مضيئة بالكهرباء كانت سنة 1882 في نيويورك، واتحط فيها 80 مصباح كهربي. وكمان بيكون موجود في شجرة الكريسماس زينة، والكل زينة رمز ومعنى. أول حاجة النجمة، وهي كانت السبب لوصول المجوس لمكان ربنا يسوع المسيح. وتاني حاجة اللون الأحمر، ده لون عيد الميلاد ومن وقت المؤمنين الأوائل، وهو رمز لدم يسوع المسيح. وتالت حاجة اللون الأخضر، وهو اللون تاني لعيد الميلاد المجيد، وهو لون الشجرة. ورابع حاجة الجرس، وده بيفكرنا إننا محبوبين من ربنا، وكانوا بيستخدموه زمان للبحث عن الخروف الضال، وبيعرفنا إن ربنا دايما بيدور علينا. وخامس حاجة الشمعة، اللي هي شريط النور دلوقتي يا أصحابي، ودي بترمز لنور ربنا في حياتنا. وسادس حاجة الفيونكة، اللي هي الرابطة، ودي بترمز إننا لازم نكون مرتبطين في حب وسلام مع بعض. وسابع حاجة الملايكة، ودي بتفكرنا بوجود ربنا معانا في كل الظروف. وتامن حاجة العكاز، رمز العصا الراعي. وأخيرا يا أصحابي الضوء، اللي هو الإكليل، وده بيرمز للحب وبيفكرنا بحب ربنا اللي غير محدود. كل سنة وانتم طيبين.